ويتفق هيليس مع أورهان وإيفكات على أنهم يخططون لحادث سيرانا. تسمعهم أسومان وتقرر إخبار فريد، لكنه لن يصدق وسيرفض سماع أي شيء عن سيران. يخبر أسومان وجولجون ويخبرها بكل ما حدث، وتحاول جولجون مع سيران القدوم إلى الفندق الذي تتواجد فيه، لكن سيران ترفض وتقول إنها ستركز في دراستها وعملها. تحاول بيلين التقرب من فريد، لكن فريد يرفض ويشعر أنها السبب في كل ما يحدث، ويبدأ في تعصبها وإلقاء عليها جملة مثل: منذ أن جئت أمامي تحولت حياتي إلى الجحيم، كنت أتمنى هذه الطفلة يكون من سيران، ويجعلها تشعر أنها ليست مهمة بالنسبة له، وأنه مهما حدث من سيران أنها يحبه ليست في دماغه. تحدث جولجون إلى فريد وتخبره بما سيحدث، لكن فريد يرفض سماع أي شيء متعلق بسيران، وهزه جولجون وأخبره أن سيران ليس الوحيده المخطئه، وأنت رجل متزوج ولديك طفل غير شرع، وتخبره أنه لا يختلف عن أبيه وجده. يقرر فريد الذهاب إلى ملهى ليل كعادته، لكنه يقابل لطيف في وجهه ويخبره أنك تستحق هذا الدرس، ثم يخبره أنهم رتبوا لحادث سيران من أجل الانتقام. يؤمن فريت وتعرف أن سيران كانت معها في حقها، وان هوليس هو من خطط لحبوب منع الحمل. تقرر العودة إلى المنزل الذي يعيش فيه. يجلس فريد في السيارة في الطابق السفلي مع عابدين ليراقب ما إذا حدث أي شيء لسيران. تنزل سيران مع صديقتها لأي سبب من الأسباب، وترى فريد وتعتقد أنه هنا ليختنق معها مثل كل مرة، وتعرف أنها في خطر وهو هنا لحمايتها. سيران لا تصدق ما يقوله، ولكن من خلال نظرة خاطفة على إحدى السيارات أخرج مسدسا ليضربه، فتصاب بالصدمة والتمزق وتطلق الرصاصة مثل ما حدث في غاز عنتاب. فريد ياخذ سيران إلى المستشفى وصديقتها معه. عابدين يمسك بمطلق الرصاصة ويضربه ويأخذ منه الهاتف ويحبسه في حقيبة السيارة حتى لا يقول شيئا عمن حدث. تعرف جولجون من صديقتها بما حدث وتخبر أسومان، وتجعلها لا تعرف أحدا في القصر سوى سونا. سونا عندما تعلم أنها مجروحه تخبر كايا، ويذهبان إلى المستشفى دون أن يشعر أحد بوجود شيء. يعلمون أن سيران كانت حاملا، ولكن الجنين في خطر. حمل سيران سيقلب الموازين ويفتح أبوابا كثيرة، خاصة بعد أن يتأكد فريد من كلام سيران. في نفس الوقت تقرر بيلين الذهاب لعمها وإخباره بما حدث، مع بعض الأحداث منها بعد أن شعرت أن فريد يمكن أن يرميها في أي لحظة. انشغالهم يجعل ساجدة تهرب وتذهب إلى القصر وتطلب منها مقابلة فريد، وتراها فكاية وتتذكر وجهها وتعرف أن هناك حاجة ستحدث. تحاول إيقافه، لكن هيليس يراهم من النافذة ويبقى يريد رؤية ساجدة. ساجدة تحكي كل ما حدث، وتعرف هيليس أن الطفل ليس ابن فريد. يحتفظ بها هيليس في القصر لحمايتها، ويقرر الانتقام لحفيده ممن حدث. انتقام هيليس سيبقى من شهمز وزيرين لفريد من بيلين. أحداث المستشفى يجب أن تغير أشياء كثيرة. 1. سيعود فريد ليفكر في كل ما حدث، ويعلم أن سيران كانت على حق في كلامها عن عائلته، وغضب جوين عندما يعلم أنها حامل، خاصة أنها أخذت الحقنة رغم معارضتهم. 2. سيتحدث كايا مع فريد ويعلمه أن هدفهم هو الانتقام من هيليس، وأن هدفهم معا أقوى بكثير من بعضهم البعض. 3. سونا تشعر أن موقفها مع إيفكات كان خطأ كبيرا، خاصة وأنها حاولت قتل أختها. سونا تلعب على إيفكات منذ أن كانت معها، ولكن هذه المرة سوف تنتقم منها بذكاء. 4. تقترح أسومان أن يعودوا إلى القصر وكأن شيئا لم يحدث، وأن أفضل ما يفعلونه هو التصرف بشكل طبيعي لأنه لا أحد يشعر بأي شيء. 5. سيرفض فريد ترك سيران ويفضل معها ومع جولجون. 6. تتحدث جولجون مع فريد وتخبره أن هناك شخص واحد فقط ولكن المستفيد من كل ما يحدث، وهو أنه يفصله عن سيران ويجعلهما يكرهان بعضهما البعض.
7. فريد بعد كلامها شكك في بيلين وبدأ يفكر فيما حدث وعلم أن هذه الليلة لم يكن فيها شيء وأن بيلين كانت تلعب عليه وقررت الانتقام منها الأولى. 8. خروج سيران من المستشفى يجب أن يكون في مكان هادئ لها وفريد ويتحدث بهدوء ويعلمها أنها حامل وفرحتهما ستجعلهما بدلاً من كيفية الالتفاف حول بعضهما البعض للاعتراف بأخطائهما والتحدث مع كل منهما لآخرين. 9. لطيف يجب أن يقف في صف فريد ويكون مرشداً لكل حاجة تحدث في القصر ويعرف الكلام الذي قالته ساجدة. 10. تعرف هاتوك ما حدث لسيران من صديقتها وتذهب لتمسح هليس بلاط القصر بكرامة.